لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ الناس متجمعين اسما بس، لكن كل واحد كأنه في حبس انفرادي. كل واحد ماسك الموبايل ومخفي عليه ده. ايوه 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 يا جلس الطين، سيب البتاع ده. ما انا بحكي فيه. بصي بصي، ايه؟ في راجل قاعد مع مرته ولا هو هنا ولا اوريهولك، اشاور لك عليه، بس ما تبصيش مره واحده. ماشي. هنا ما تبصيش فوق، انا بقول ايه؟ بشوفه هو فين. ما تبصيش، ياخد باله. فانا بقول لك ايه؟ الطريقه اللي بنبص بيها على الناس عايزه حرفيه، ليها تكنيك. كيف يعني؟ يعني مثلا نجي حد وهيبص لك عليه من غير ما ياخد باله. بص على البت دي. ماشي، بصي، واصعبها على نفسي اكتر. هتشوفها كيف يعني ليها طريقه. احنا بنبدا بحاجه طبيعيه ونسرق النظره، شوفي كيف. ايه ده؟ ايه يا استاذ، هو في حاجه؟ لا مؤاخذه. بتصورني؟ تعالى صورني. لا لا مؤاخذه، ما قصديش حاجه. ده مؤاخذه. فهمتي؟ انت بتبص لها كده ليه؟ واه، انت نجيتي حد عشوائي. لا لا لا، انت طولت في البصه. والله العظيم ما طولت. طولت في البصه يا دي كبير. كانت جزء من الثانيه، ده انا يا دوب عملت كده. انت تاني؟ والله العظيم ما قصدي، والله ما حاجه منك كلام. ما خلاص يا استاذه، ما قالك مش قصدي. نحن الآن أيها السادة المتابعين مع الحدث الذي هز عرش التيك توك، الحدث اللي هيخلص لكم باقاتكم ويوجع السيرفر. نحن الآن مع الحدث اللي مستنيه أكتر من 3,849,000 كي متابعين الست شروق كلنا سوا، ومليون 240,000 كي متابعين سيدوني. نحن الآن في حفل خطوبة الست شروق كلنا سوا وسيدوني. يلا بينا نهتك خصوصيتهم ونعيش معهم اللحظة ونشوف إحساسهم إيه بالخطوبة. ايوه اهلا. يخرب بيت سنينك سكر. ست شروق كلنا سوا. حبيبي يا هجرس، منور الدنيا. عاوزين نعرف كلنا سوا احساسك ايه باللحظه دي. اولا انا احب ارحب بكل المتابعين بتوعك اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي لايف، واقول لهم يا جماعه شدوا الهدايا شويه عشان الدنيا ناشفه خالص، واقول لهم ان انا متوتره جدا جدا جدا، وبجد مش عارفه اليوم هيعدي ازاي. ادعوا لي بليز كلكم بامنتكم بالله. ان شاء الله الليله تعدي على خير وما يديش الاكس ويبوظ الدنيا. ايوه اهلا وسهلا. وانت يا سيدوني؟ مش ناقص قرف، اللي فيها مكفيني وتعبان. النبي استنى. لايف يا سيدوني. هو مش وقته يدرس. قول لي يا سيدوني، حسيت بايه اول تأثرت انا. يعني انت كنت شايف انك هتقدر توصل لقلبها؟ كنت شايف ان هقدر اوصل لقلبها. ما كانش فيه مخاوف ما ولا؟ كانش فيه مخاوف، لا. طيب اجواء الفرح عداك الاجواء بتاعت الفرح؟ عجباني اجواء الفرح. يعني مثلا الويدنج بلاير عمل اللي انت قلت له عليه؟ اللي انا عايزه بالظبط. ولا قصر في حاجات؟ اثر في حاجات. حاجات بسيطه ولا حاجات بسيطه ولا حاجات جامده جدا؟ وحاجات جامده جدا. طيب يا سيدوني، لما رحت لابوها البيت قابلت ابوها. كان استاذ سعيد سعيد. طب الموضوع مشي عادي؟ ماشي عادي. ماشي. كل حاجه كانت طبيعي الحمد لله. كل حاجه. ما كانش فيه مخاوف؟ طيب لا مفيش مخاوف. الحمد لله. طب انت شايف ان احسن منك في المحتوى اللي بقدمه يا سيدوني؟ احسن مني في المحتوى بقدمه. يعني لو دخلت معاك تحدي هدشملك؟ ده اشمعنى ايه ده؟ يا حيوان ده يا سيدوني، انت بتسرسبني وانا سرحان بتسرسبني. امشي تعال نشوف اي حاجه دلوقتي. ودي تصريح ان انا اهلا وسهلا، اتفضلوا منورين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلش بس لحظه، الفلوس يا ريت بس تديها لماما بعد اذنك. اتفضل. شكرا. ماما هتجيلكوا دلوقتي. قلبي مين اللي كنت واقفه معاهم دول واحد من الرعاة. رعاة البقر؟ ايه ده؟ كاوبويز؟ لا بقر ايه يا جوني، دول سبونسر. سبونسر؟ ايوه يا السبونسر. ريتهم فضلوا رعاة. ما علينا. المهم
الناس دي عندهم مصنع مسحوق غسيل جامد جدا اسمه ابو لمعه جنان. دفعوا رقم حلو قوي بصراحه، مقابل يعني ان انا وانت نعمل فيلم كده اثناء الخطوبه والمقطع هيتشير جامد عشان هيحصل فيه فضيحه. الفضيحه كالاتي: الراجل هيدخل علينا بالشربات والدبل، هتروح انت دلق عليا الشربات، فانا هروح شتمك ضربك بالقلم. ثانيه واحده تضربي مين بالقلم؟ هضربك بالقلم بس مش بجد، انت بقى تروح مطير الضفاير دي كده كاني بقى ضربتك قلم جامد، ماشي؟ وبعد كده هنروح معيطه وانت تروح معيط وتقول لي انا اسف خلاص انا هجيب لك ابو لمعه جنان يطلع لك البقعه ونفرح كلنا ونخلص الليله دي على خير. انا مش هقدر اعمل الكلام ده، مش هعرف اعمل الكلام الشربات دخل والدبل دخل وانا بلغت امي بكل حاجه. مش هعرف. هتعمل الكوبايه جايه، الشربات جايه. يلا يلا يا جوني عشان الشربات. تسلم ايدك. ثانك يو ثانك يو. يلا حبيبي. ما تهزريش. يلا حبيبي. شروق اطلق عليا البتاع ده نخلي ليلتك طين. كبير هيذبحني لو عملت كده. طبعا. ايه ده؟ مش تاخد بالك؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت ما بتفهمش؟ سوري بوظت المشهد. ايه اللي انت عملته ده؟ سيب ايدي. معلش يا جماعه انا اسف بوظت المشهد. ممكن نعيد من الاول؟ المفروض ان الشربات بيجي بدلقه عليها فبتديني بالقلم فبصالحها بالمسحوق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللايف هتبوظ الدنيا. سوري لو بوظت الاعلان، سوري للسبونسرز. واضح اني بوظت الاعلان وبوظت كل حاجه، بس خلاص مش فارقه. انت بتهزر صح؟ بيهزر. بموت في هزاره، بموت في هزاره. انا بتكلم جد على فكره. مبدئيا كده اللحظه اللي انتوا شايفيني فيها دي دلوقتي دي اصدق لحظه في كاريري كله. كل اللي فات كان فيك كله. انا شاب عادي طاقت في دماغي اعمل شويه فلوس واتشهر. لما قعدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجه بتحبوها، بتموتوا فيه، واي حاجه ليها معنى بتعملوا لها سكرول. وده اللي زقني على فكره على السكه دي. انتوا خلاص الموبايل بقى فيون عندكم. اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا عليها، وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه بتشوفوها الموبايلات. واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا والشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفريه مش عشان نستمتع بيها. ولما بنطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياه الحقيقيه. اعملوا اي حاجه تاني، الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعه اللي ربنا خلقها. انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقيه تفيدكم. اخرجوا تعرفوا على بعض، زوروا بعض، اتعلموا اي حاجه. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم لا تلوثوا. هتكتشفوا ان ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه. تفاهه بس. الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجه قد كده كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا عارف كويس قوي ان اللي عملته دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا، بس I don't care. وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص. وكل اللي فارق معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقي. anyway انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي. مش هبقى كلب اللايكات انيمور. ومن الاخر مش هبقى son of a rich. سوري يا كبير. ولا يهمك يا ود ابوي، الحمد لله على السلامه، المهم انك فقت. فاق. ولسه بقى لما يسمع المفاجأة الجديدة هيفوق أكتر. لسه لما أطلع دلوقتي على الاسم وأقدم الكمبيالات اللي ب5 مليون جنيه اللي أنت ماضيهم لي وأوديك في 60 داهية زي ما أنت وديتني في 60 داهية، وحياة أمي ما هسيبك. كمبيالات اهدي. عندي انا يا كبير الموضوع ده، انا المسؤول وانا اللي هحله. وانا ايه وانت ايه يا ود ابوي؟ وفي بين الاخوات انا وانت يا رجاله. انتوا بتعملوا ايه؟ لموا لي الموبايلات اللي هناك كلها وتحفظوا لي على المعازيم لحد ما نشوفوا حوار الكمبيالات ده. يلا كلي. ها كلي. نأسف لبشاعة المنظر. انت لساتك طفل صغير. خدوه. ياخدوه على فين؟ دقيقة ما تقلقيش، انا قلبي رحيم. نظرا لان اللي هيحصل هنا دلوك بلس 18
فما ينفعش طفل صغير ورور بريء يشوفها، فانا هاخده يفسحوه في الحقول ويشربوه حاجه ساقعه. قول لي بتحب الازيموزو كيف؟ بالمانجا. يعجبني مزاجك، خدوه. سيداتي سادتي، ده الخط الجديد بتاع انتاجنا، المزاريطه والصوص. عايزين نجربه عليكم، ده 70%. عايزين نشوف اذا كان سبايسي ولا ما سبايسيش. بالنسبه لي انا شايفه ما سبايسيش. بس ده سبايسي قوي يا اخويا. قالوا انا اللي طول عمري بقول ليا في الحراق، بس اخرج من هنا ومش هحط الحراق في بقي ابدا. قالت اخرج من هنا. متفائله الست دي. مين قال لك انك هتخرجي؟ ولو خرجتي مين قال لك انك هتخرجي بلسان؟ انا لسه هشوف اعمل فيكوا ايه. على اساس ايه يعني؟ هي سايبه ولا سايبه؟ وانت هتاذينا وهتطلع منها كده يعني؟ انا ما جيت تجاركم، ده انا بضيفكم. اشرف عمر يا كبير، زود شوي. يا سلام. يزود ايه؟ لا ما تزودش يا اشرف، ما تزودش يا اشرف، ما تزودش. حاضر. ما تزودش يا اخي، انت بتفهم ازاي؟ يا عم احرم عليك بقى بالعذاب اللي احنا فيه ده. عذاب؟ البتاع ده عذابه مش في واكله، عذابه في خروجه. مش فاهمه. ساعتين وهتفهمي. لا انا مش هاكل من الاكل ده تاني، انا همشي من هنا. اقعدي مكانك. ايه يا اشرف؟ عمر يا كبير. الناس هتاكل وشنا، ضيف ضيوفك. يا سلام يا كبير، تؤمر يا كبير. بالراحه يا اشرف، النبي ما تدلقش قوي يا اشرف يعني. ليه كده؟ الجميلة دي هتاكل من يدي. القطر رايح فين؟ وكل ده لا يا كبير، مش انا قلت لك على مكان الكمبيالات وجان اخوك راح يجيبها. ده كلام ابن عم حديد، والكلام على كل جمالك يا حاج. لما يبقى يمسك الورق ويكلمني ابقى اشوف ايه ده؟ مش ده زوكربيرج بتاع الفيسبوك؟ عيلة انترنتية. مين ده؟ جوني. الو جوني. واه لقيت الكمبيالات. حلو. طيب لا ما تجيش طوالي. روح على المحكمة الأول، يعني اعمل هناك صحة توقيع. تاخدها 40 يوم ولا حاجة. قافلين؟ طب بكرة؟ بكرة الجمعة. طب خلاص يعني اسبوع ولا حاجة ونروح. كده ولا كده الناس قاعدة حدانا وفوق راسها من فوق، وكل يوم هاكلوا نفس الوقت. لا طيب يا جوني، سلام يا حبيبي. قلبه ابيض جوني. اهو اظن كده تمام، حاجتك وصلت لك، نتكل احنا على الله بقى يا كبير. اتكلوا على الله فين؟ لازم تخلص الوكل كله. مش الكمبيالات، ما خلاص. انت عايز مننا ايه تاني يا اخي؟ اعتبر الواجب وصل واحنا مسامحين. لا ده حساب جوني، انما حساب حرق الدم مين اللي هيدفعها؟ اسمعني زين يا الصوص ده 70% فلفل. حشيع اجيب لك يا اشرف 90%، وكرتونه تانية 100%. كل ده تجربوا عليهم. انا هروح احاسب بتوع الفراشه، عاوز اسمع الوحوحه من هناك، والصحون دي يلحسوها لحس تبقى كيف المرايه. تؤمر يا كبير. السلام عليكم. يا سلام، ده انت تؤمر يا جميل، وهملها لك شطه كمان. يلا القطر رايح فين؟